اللي قلتلك إن التمن الحقيقي لمجد الرياضة مش عرق ومجهود، التمن ده ممكن يكون لترين دم وصفقة مع الشيطان. قصتنا بتبدأ بطفل صغير اسمه كاميرون كيد قاعد مبهور بيتفرج على نهائي بطولة كرة القدم لفريق سان أنطونيو سيفرز. كام كان هناك عشان يدعم نجمه المفضل الكوارتر باك ايزايا وايت، والفريق فعلا كسب النهائي. لكن فرحة الولد اتقلبت في ثانية لغموض مرعب لما ايزايا وهو بيسجل النقطة الأخيرة جات له إصابة كان المفروض تنهي مسيرته للأبد. ساعتها أبو كام بص للولد وقال له جملة حفرت مساره، هو ده اللي الرجال بجد بيعملوه، بيضحوا. الأب كان راسم في خياله إن ابنه يبقى نسخة جديدة من ايزايا، ولمدة 14 سنة قدام ايزايا وايت فضل مكمل مع الفريق وبيتعافى من الإصابة دي. كسب معاهم 8 بطولات وبقى أسطورة حية. لكن دلوقتي محدش كان عارف هل ايزايا هيقدر يلعب السنة الجاية ولا خلاص هيعتزل. هنا بقى بنسيب الملعب ونروح لكاميرون كيد، الشاب اللي طالع بسرعة الصاروخ والمفروض يستلم الراية. البلد كلها كانت بتتكلم عن موهبته والكل مقتنع إنه البديل الشرعي. لكن في المشهد ده الأب كان خلاص اتوفى والدعم كله بقى جاي من أمه وحبيبته وأخوه. هدف كامل جاي كان واضح، يبقى الأفضل في التاريخ. لكن في ليلة وهو بيتمرن لوحده في وقت متأخر ظهر له كيان غامض لابس ماسك جعزة وهدم عليه. كام طلع منها عايش بس مستقبله كله بقى على كف عفريت. لو جات له إصابة زي دي تاني وهو بيلعب مسيرته هتنتهي قبل ما تبدأ. الدكتور نصحه بوضوح ابعد عن الكورة، بس في نفس التوقيت بالظبط كان جه ميعاد التقييم الرسمي للاعبين الجدد للموسم ده. الناس كلها كانت حاطة أملها إن كام يختاروه رقم 1 في التصفية دي. قبل ما يواجه الكاميرات راح يحلق شعره عشان يظبط المظهر. وكيله توم اللي هو بالمناسبة وكيل ايزايا كمان دخل عليه عشان يحمسه، بس أمه سألته كلا حقيقي انت جاهز لده فعلا؟ ولعت خناقه في المحل بين الام واخوه درو. الام ما كانتش عايزاه يستهين بالاصابه دي ابدا، دماغه كانت بتغلي من كتر الافكار في الوقت ده. وهو بيحلق الغرز بتاعته اتفتحت تاني واتصاب التاني، ومع ذلك بص لهم وقال بثبات انا كويس. ده شيء عمره كله عشان اللحظه دي. لكن رغم كل حماسه جسمه خذله ومعرفش يشارك في التقييم. فالاعلام راح جري على الوكيل توم اللي هو بالمناسبه وكيل ايزايا كمان، وسألوه هل كام هيجي مكان ايزايا وهل ايزايا هيعتزل؟ توم بلع لسانه وما ردش على ولا سؤال. في نفس الليلة كام كان ماشي في حفلة ونفسيته في الأرض لحد ما جات له مكالمة رجعت له الروح. اللي بيكلمه كان ايزايا وايت بنفسه، عرض عليه يتمرن معاه لمدة أسبوع واحد بحجة إنه بيفكر بجد يعتزل، وعشان كده كام يقدر يستغل الفرصة دي ويضمن مكانه في الفريق. سيبك بقى من الدوشة دي وتعال نطير معاه لجزيرة بعيدة في وسط الصحراء. المكان كان مليان معجبين لأيزايا، بس واحدة مجنونة اسمها مارجوري هجمت على عربيته وهي بتصرخ احنا مش محتاجينك هنا. عدى منها ووصل لمجمع ايزايا السكني والراجل استقبله بترحاب. المفاجأة ان ايزايا كان متابع كل ماتشات الولد وكان ما كانش مصدق نفسه. قعد يحكي له عن تاريخ مركز الكوارتر باك وبعدين سحب منه تليفونه وقال له بصرامة الاسبوع ده مفيش تليفون، مفيش مكالمات، مفيش اي دوشة. وبكده بدأ أول يوم في التدريب. كان بدأ يشتغل وأيزايا بيوجهه إزاي ينفذ كل حاجة صح. الولد كان مستمتع جدا بالتمرين، لكن أيزايا رماها له في وشه دي مجرد البداية، انت فاتك التقييم وملاك الفريق مش هيشتروا بضاعة معطوبة. وعرفه بدكتوره الخاص ماركو، راجل تحسه شايل جبال العالم على كتفيه. ماركو قال له بتفاف اقلع هدومك هنعمل فحص كامل، سجلوا وزنه وكل مقاس في جسمه بالملي، مسح شامل. في وسط الفحص كام قال لأيزايا ابويا كان بيعبدك، كان دايما يفرجني فيديو اصابتك ويقول لي شوف هي دي الرجولة. ايزايا رد عليه ببرود يبقى طفولتك كانت حلوة قوي، انا طفولتي كانت انيل من طفولتك بمراحل وعشان كده انا واقف هنا النهارده. وسأله سؤال مباشر انت بتعمل كل ده ليه؟ كام رد عشان عيلتي، ضحوا عشان كتير. لكن ايزايا قال ده مش كفاية، لو عايز تخطي حدود اللعبة لازم تلاقي دافع جواك مش مجرد دافع خارجي. في اللحظة دي ظهرت إلسي مرات ايزايا، الست الهادية بالزيادة اللي نظرتها ما تريحكش. سلمت على كيد وقالت له يستمتع بالتدريب وسابته ومشيت عشان عندها رحلة. في الغرفة التانية بقى وفي نفس اللحظة كان ايزايا بيحقن نفسه بالوريد بدم متخزن بتاعه هو شخصيا، وده كان السر اللي مخليه قادر يلعب كل السنين دي. عضلات كام كانت بتصرخ من الوجع بعد التمرين، فماركو اداله حقنة من دم ايزايا وقال له دي بتساعد في الألم. تاني يوم نزلوا يجروا سوا، ورغم ان كام اصغر منه بكتير الا انه تعب قبل ايزايا. بدأ يحس بغثيان رهيب ورمى نفسه على الارض، وفجأة ظهر الراجل الغامض بتاع الماسك وهجم عليه تاني. لكن اللي حصل بعد كده كشف ان دي كانت مجرد هلوسة جوه دماغ كام. بعدها في التمرين ايزايا سأله تختار ايه، ميزة انك ما تتعبش ابدا ولا ميزة انك ما تتصابش ابدا؟ كام قال اساطير كتير خسروا كل حاجة بسبب الإصابة، فأنا أختار إني ما اتصابش أبدا. في اللحظة دي وصل شوية لعيبة أحرار ايزايا كان طلبهم عشان يساعدوا في التمرين. ماركو حقن كام تاني وبدأوا الممارسة. ايزايا حط قدامه تحدي مرعب، لازم تشوط الكورة صح في خلال ثانيتين بالعدد.
لما كان معرفش يظبطها الكورة اللي لبست في وش واحد واقف هناك بأقصى سرعة. الولد ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل. المصيبة ان الموضوع بقى قانون، كل ما كان ما يعرفش يشوط الراجل ده يتضرب بالكورة في وشه. الدم بدأ ينزل من بقه بشكل بشع. كان بدأ يرمي التمريرات صح، بس لما المستلم ما كانش بيمسك الكورة برضه الراجل ده يتضرب بالكورة. أعصابه باظت وبدأ يزعق في المستلمين، وبدأت شتايم رايحة جاية بينهم. ايزايا وقفه بحدة، ما يتكلمش بالأسلوب ده في الملعب، وقال له انت القائد، اللوم كله هيتشال على كتافك، المكسب ليك والخسارة عليك، فألم الدور وركز. كام جمع تركيزه كله وضرب الشوطة الصح، لكن الراجل اللي بيتضرب كان حالته بقت يصعب على الكافر، سنانه متكسرة في بقه. ومع ذلك قام وقف وكان بيضحك وقال لكيد لسه قدامك كتير قوي عشان تتعلم. الدم بدأ ينزل تاني من غرز كام، فماركو عالجه وقال له يروح يقعد في غرفة الضغط العالي، دي دواء للمخ. بس وهو قاعد جواها دماغه كانت هتنفجر من الصداع والهلاوس عمالة تزيد. اليوم اللي بعده خد حقنة جديدة. النهاردة بقى كان بيلعب قدام خصوم عنيفين جدا، اتخبط ووقع والدم نزل من بقه. ايزايا قرب منه وقال له تقارير الكشافة بتاعتك بتقول انك جبان، وكمل بلهجة تقطع الوش، دي مش نكتة، ده كل اللي حيلك. وقال له انت مش زي ابوك، وسأله هل هو فعلا عايز ده. كام صرخ فيه ايوه أنا عايز ده، وكان مستعد يضحي بأي حاجة في الدنيا عشانه. وبدأ يلعب بعنف حيواني زي الباقيين لدرجة إنه ضرب لاعب تاني وفتح له دماغه. ايزايا بص للاعب اللي بيصرخ في الأرض من الوجع وابتسم لكام وقال له بفخر أهو ظهر أهو. الكل بدأ يغني نشيد فريق سيفيرز، واللاعب المصاب مرمي بيتلوى في دمه. كام استغل تليفون أرضي وكلم أخوه درو وحكى له عن الهلاوس. أنا بشوف حاجات غريبة قوي، اليوم ده كان عيد ميلاد أمه. وبدأ يكلمها، بس أول ما ماركو دخل عليه من ورا قفل الخط. ماركو بصله وقال له انا دخلت الشغلانه دي عشان اعالج الناس، بس انا بقتل نفسي في المكان ده. الراجل ما كانش عارف يشوف عيلته ولا يرجع لهم، وهو خارج رمى جمله مرعبه، لما اتنين بيخلوا الحلبه واحد بس اللي بيطلع منها. بره بقى الست المجنونه مارجوري كانت واقفه بتراقب كام وهو قاعد في الساونا مع ايزايا. الراجل بدا يتكلم بشجن، هتوحشني اللعبه، هتوحشني الصحبه واوضه اللبس. وقال انا ما كانش عندي عيله لحد ما دخلت الكوره. ونصحه جمله غريبه، انت ولد كويس يا كام، شق طريقك لعظمتك بنفسك وما تبقاش انا. بس اول ما ايزايا خرج درجه حراره الساونا بدات تعلى بشكل جنوني. كام غمض عينه واتمدد. المصيبة إن مارجوري كانت مستخبية جوه، واتنين من رجالتها واقفين بره. هجمت عليه جوه الساونا وكام قاومها وخنقها لحد ما افتكر إنها ماتت. في اللحظة دي دخل ايزايا مسك مارجوري ورزع دماغها موتها، وقال لكام امشي انت، أنا هنضف القرف ده. إلسي رجعت وقالت لكام أنا عارفة إن ده شكله جنان بالنسبة لك، بس في عالمنا ده يوم 3 عادي جدا. كانت فاهمة إنه بيفكر يهرب بعد اللي شافه، فعزبت عليه يجي معاها البسين وراح فعلا. لكن لما صحي الصبح لقى ايزايا قاعد قدامه وحاطط مسدس في وشه، وسأله أنت نمت معاها؟ كام رد بسرعة لا أنا مرتبط. ايزايا انفجر في الضحك وقال أنت حالتك بتبقى كرب بمجرد التفكير إنك تخون حبيبتك. ووضح له لو أنت خايف تجرح مشاعر حبيبتك عمرك ما هتبقى واجهة للفريق ده، لأن القتلة الحقيقيين ما بيهمهمش حد وما بنعملش حساب لمشاعر مخلوق. راحوا يضربوا نار سوا، بس دماغ كام كانت لسه مع الست الغريبة مارجوري. ايزايا عمل نفسه عبيط، ست مين؟ معرفش انت بتتكلم عن ايه، وحط قدامه رهان، لو ضربت الهدف ده هطلب اللي انت عايزه، بس لو خسرت هاخد شبابك كله. كام رفض وقال لا، وحط رهان اذكى، لو انا ضيعت ممكن اسيب لك المركز رقم 1 السنة الجاية. لكن كام ما ضيعش وبدأ يتمرن بشراسة أكبر وبيعرق في الجيم ليل نهار. اليوم اللي بعده كان تمرين مختلف، تمرين مواجهة الكاميرات. كام حكى للكل عن آخر مكالمة بينه وبين أبوه. أبوه قال له إنه فخور بيه، بس كام صدمه وقال له إنه هيبطل كورة. قلب الأب اتكسر، وبعدها بكام شهر توفى، وعشان كده كام دلوقتي واهب حياته للكورة. طول ما هو بيلعب بيحس إن أبوه لسه عايش. بعدها إلسي بصت له وقالت له أنا عارفة إنك عايز تخلي أبوك فخور، بس ما تقدرش تقتل نفسك عشانه. أنت متأكد إنك عايز تكمل؟ الولد كان حاسم أمره تماما ناحية الكورة. هنا كشفت ليه إلسي السر، ملايك فريق سيفيرز عايزين يعرضوا عليه نفس العرض اللي ادوه ايزايا من 20 سنة، وخدته معاها الحفلة سرية هيقابل فيها الملايك دول. وقبل ما يروحوا حذرته، الناس دي عندها طقوس غريبة شوية. أول ما دخلوا الحفلة قابل ماركو وبص في عينيه وشوش له اهرب، لكن قدام في الحفلة لقى وكيله واقف ولقى مالك الفريق. الناس دي شربوه مشروب لونه أحمر. أول ما بلعه حصلت له حاجة غريبة جدا ودخل في حالة سكر مرعبة، ولقى قدامه راس ماركو مقطوعة ومحطوطة تحت ماسك. أغمى عليه من المنظر. إلسي كانت هي اللي قتلت ماركو بنفسها. لما ماركو فاق لقى كميات أكبر من دم ايزايا بتتحقن في جسمه عن طريق المحاليل، ما كانش قادر يصلب طوله. زحف على الأرض وراح حقن نفسه بالمضاد اللي ماركو كان سايبه، وبعدها مسك درع جايزة في إيده وطلع يجري على ايزايا. لقاه قاعد بيتفرج على فيديوهات جمهور
الجمهور وهو بيشجعه. كام هجم على ايزايا، فهم خلاص انهم بيعملوا طقس بدم الراجل ده، لكن ايزايا صدمه وقال له الحقيقة ده دم معلمي، ومعلمه كان واخد دم معلمه اللي قبله. يعني الناس دي بتسحب دم اللعيبة الكبار وتحقنه في اللعيبة الجدد عشان يبقوا أحسن ويتحولوا لوحوش، وده كان شغال من أول ما الدوري اتعمل، واللي بياخد الدم ده بيبقى الأفضل في التاريخ. لكن القانون مفيش مكان غير لواحد بس، يعني واحد بس من ايزايا أو كام ينفع يعيش، والاتنين دخلوا في معركة حياة أو موت. ايزايا كان أقوى من كام بمراحل وبدأ يكسر في عظمه، لكن كام قام سحب خوذة وهجم على ايزايا ونزل فوقيه ضرب بالخوذة لحد ما موته. لما خرج من هناك لقى إلسي وملايك الفريق واقفين لابسين ماسكات وبيقولوا صلوات، والمشجعين بيهتفوا لدخول كام، وكان في فاس مرمي على الأرض قدامه. إلسي قالت له يمضي العقد، لكن كام ما اتحركش لقدام. هنا قام وكيله شال الماسك وقال له امضي بس دلوقتي، دي بركة. وقال له أبوك ضحى بكل حاجة عشانك، هو اللي مودي لك على كل ده من البداية، وكان موافق عليه. كام بدأ يضحك بصوت عالي جدا وسحب الفاس اللي قدامه وقال له روح في 60 داهية. الوكيل صرخ فيه ما تبقاش مجنون، احنا بنجهزك من طفولتك، احنا اللي تسببنا لك في الإصابة دي عشان نجيبك هنا ونعمل كل ده. ملك الفريق هدده وقال هقتل عيلتك. ذكريات عيلته بدأت تهجم على دماغ كام، وبدأ يقتل في كل اللي واقفين بالفاس بتاعه. إلسي نفسها وقعت واتعانت نفسها بالسكينة بتاعتها. كام غرق الملعب ده دم وقتلهم كلهم واحد ورا التاني، ولما ما بقاش فاضل غير وكيله في الآخر طلع دخان أبيض. دي كانت غالبا القوة اللي ورا الطقس الشرطاني ده، سحبت الوكيل لنص الملعب وفجرته حتت. وبكده يا شباب الحكاية بتنتهي لحد هنا. قولوا لي في الكومنتات رأيكم ايه في الفيلم والتلخيص ده. ورسالتنا النهاردة عمر ما في حلم في الدنيا يستاهل انك تبيع روحك عشان توصل له. النجاح اللي بيبدأ بتنازل بينتهي بكارثة. ما تنسوش بقى تخبطوا اللايك وتشتركوا في القناة بنفس الروح الحلوة دي. سلام.